السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني أخواتي. تحياتي للجميع. المهم اليوم عندي مليسة أو اللويزة. مليسة في الدول العربية واللويزة كنقولها في المغرب. عرفتوها اللويزة؟ هي صحية للجهاز العصبي، القولون. يعني أنا دخلت لكم مباشرة في الفوائد ديالها، يعني باش ما نعطلش الفيديو. المهم ما تنسونيش من اشتراك واللايك وتعليق، وجزاكم الله كل خير. يعني كنحس بواحد جنبي كيحرقني، قلت خليني ندير اللويزه. ما نقويش، حاطه ليه شويه هنايا، شفتوا اهو، ما نقويش ليا، وحاطه شويه يتنقع هنايا في الماء، يعني غسلته وخليته هنايا. انا غنديرو في الكاس دابا هنايا وانا معاكم الى اخر الفيديو. غادي نحط هادو هنايا. الماء نقي، على فكرة الماء نقي. يقولوا لي ديري الصفايه، لا بلاش الصفايه. غندير الماء سخون. الماء سخون ها هو تا عندي، وكيقولوا بدون السكر احسن، لكن انا غندير فيها شويه السكر. ما عرفتش، ها هو شفتوا. شفتوا ان شاء الله. نخليها تنقع باللغه العربيه، وغنخليها هنايا في الماء تطلق كما كنقولوا حنا، تطلق شويه في الماء، ومن بعد غنشربها. نقدر ندير معاها، المهم انا غندير غير السكر او ما كيقولوا معاها العسل وهادي، ولكن انا غنخلي شويه نشربوا بلا سكر وشويه غنشربوا بالسكر. يلا الى اللقاء، وشكرا على المشاهده.